السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا صباح السعادة، صباح الهنا على حضراتكم، صباحكم معطر بذكر الله. اذكروا الله وصلوا على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام. صلى على الحبيب قلبك يطيب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. أسئلة من بتاعة المتابعين على صفحة بتاعة القناة، عايزة أرد على حضراتكم. طبعا ناس كتير جدا بعتلي أسئلة، بشكر حضراتكم جدا إن انتوا واثقين فيا الثقة دي كلها، وربنا يكبر بخاطركم ان انتوا تدخلوا قناتي ولما يجي كده الفيديو بتاعي قدامكم تدخلوا تعملوا لايك وتسمعوني. دي حاجة كبيرة جدا عندي والله. تسلموا لي من كل شر، وكل سنة حضراتكم طيبين وبصحة وسعادة يا رب. سؤال المتابعة على الصفحة بتقول لي لما باجي اغلي اللبن بيشط مني في اللبان. ولا حضرتك على فكرة حلوة جدا. اولا اللبن مش بيتغلي في دايما يبعد عن الحاجات الاستانلس. الحاجات الاستانلس بتشط اللبن. طيب اعمل ايه يا لولو؟ لبنها ألمونيا او لبنها جرانيت او سيراميك. هتبدأي حضرتك تحطي فيها 4 معالق من المية، بعد كده تفرغي كيس اللبن بتاعك في قلب اللبانة وتهدي النار عليه، ان شاء الله مش هيشط منك خالص. وعشان تقللي موضوع الفوران خصوصا لو حضرتك مش فاضية تقفي جنبه ومشغولة في البيت، معلقة خشب وهتحطيها على حرف اللبانة وإن شاء الله مش هيفور منك خالص. وبعد كده تروحي تبصي عليه هتلاقيه إن شاء الله من غير ما يفور. تبدأ تطفي عليه يبقى معاكي زي الفل ومش هيشوط خالص منك إن شاء الله. سؤال آخر اللي متابعة معايا على الصفحة بتقول لي بنتي وقعت أكل دور على الأرض على البلاط، وطبعا جير في البلاط ولزق فيه ومش عارفة أعمل فيه إيه ومش لاقي له حل. الحل الأمثل إن حضرتك تعملي في الموقف ده إن أنت حضرتك تحطي معلقة من السكر، مش تمسحيه بقماشة ولا أي حاجة، على قطعة الأكلادور اللي واقعة على الأرض، وبعد كده بعد شوية تفركيها إن شاء الله هتطلع معاكي بكل سهولة. مش هتبقى في أي أثر ليها خالص إن شاء الله. سؤال تاني هو موضوع الحموضة اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده في من كام فيديو سابق. اللي هو الحموضة هقولك على فكرة تانية إن شاء الله سهلة جدا وسريعة. لو عند حضرتك كمان نفس وحموضة في معدتك تعملي ايه؟ قطعة من التلج، مكعب تلج من الفريزر، وهتبدأي تمصيه على لسانك كده ان شاء الله. هيبدأ ان شاء الله موضوع الغممان النفسي يروح، وكمان معدتك ان شاء الله هتهدى وتبقى زي الفل. والف سلامة على حضرتك. في سؤال تاني هو بيقول التلاجة، تنظيف التلاجة. انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده، قلت لحضراتكم ازاي تنضفي التلاجة. بلاش كب ميه وانت بتغسلي التلاجة، خصوصا لان التلاجة يعني بعد مرور وقت طويل بان انت بتغسلها بالطريقه ديت ممكن يعمل معاكي برومه في التلاجة من تحت من كتر الميه. طيب اعمل ايه يا لولو؟ الافضل غسيل للتلاجة، حضرتك هتجيبي طبق بلاستيك فيه شويه من صابون السيل، عليها شويه من الميه الدافيه، عليها شويه من الخل وكربوناته، وهتبدأي تغسلي بالسفنجة. بعد ما تخلصي خالص هتبدأي بفوطة ناشفة تنشفي تلاجتك تبقى زي الفل من جوه. بعد كده هتبدأي تحطي كيس من الفانيليا مفتوح، وده هيحافظ على التلاجة بتاعتك تبقى ريحتها حلوة دايما على طول. طب عايزة ألمع باب التلاجة بقى من بره، هقولك على فكرة حلوة جدا إن شاء الله جربوها هتدعوا لي، بس دعوة من قلوبكم إن شاء الله. منديل من بتاع المطبخ هتجيبيه، عندك زيت الجونسون اللي أكيد في أي بيت، عبوة صغيرة كده هتحطي منه كام نقطة كده على المنديل، وتبدأي تلمعي باب التلاجة من بره هتلاقيه معاكي منور وزي الفل، وكمان ريحته حلوة. جربيها وادعوا لي. اما بقى فكره الفيديو من الاول خالص اللي انا حاطه العنوان بتاعه عليه، مش هقول لك الا اخر الفيديو عشان اضمن ان حضرتك تشوفي الفيديو كله وتستفادي اولا، ثانيا تدعي لي دعوه حلوه من قلبك، وكمان تعملي لايك واشتراك للقناه. في كمان سؤال حضرتك بتقولي انا الخيط اللي انا بشتريه، بكره الخيط العادي اللي انت بتجيبيه في البيت اللي انت بتخيطي بيه، كل ما الضم الابره وخيط بيه الاقيه اتقطع، ضعيف جدا ومش حلو كمان. مش عارفه اعمل فيه ايه، ارميها واجيب نوع تاني ولا اعمل فيها ايه؟ البكرة الخيط دي يا جماعة فعلا واجهتني نفس المشكلة. أنا عملت فيها إيه؟ جبت طبق بلاستيك حطيت عليها مية من الكاتل، مية مغلية، سبتها شوية في المية المغلية، بعد كده شلتها حطيتها في الشمس نشفت واستعملتها. حسيت إن الفتلة بتاعتها جمدت شوية وبقت كويسة. إن شاء الله جربي الطريقة دي وإن شاء الله هتنفعك جدا بإذن الله، وادعي لي بإذن الله إن شاء الله. فكرة تانية وهي موضوع اللهم صل وسلم وبارك. سؤال تاني طب هشوفه عشان ما انساش بس حد. عملنا الأكل دور خلاص أجبت عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب موضوع بمناسبة بقى التلج وقلنا الحموضة، في واحدة سألتني سؤال بتقول لي عندي السجاد دايما حرفه طالع لفوق، مبروم كده طالع لفوق، احل المشكلة دي ازاي؟ خصوصا ان انا كل شوية اجيب اي حاجة واحطه على حرف السجادة، بس شكلها محرج جدا لما اي حد بيدخل لي بضطر ان انا اشيل الحاجة دي، وببقى برضو نفس الحكاية مش بتتغير. اقول لك على فكرة حلوة جدا، بس دعوة من قلبك. حضرتك هتجيبي مكعبات تلج، طبعا كلكم عندكم مكعبات تلج في الفريزر، تحطي على حرف اللي هو المتني ده، وتبدأي تفرديها بأي حاجة، ممكن تمسكيها بإيدك لغاية ما التلج يدوب عليها. لما التلج يدوب عليها إن شاء الله هتفرد معاكي
التانية ديّة ومش هتتني تاني إن شاء الله، وادعي لي لو جرّبتِ الفكرة دي إن شاء الله ونفعت معاكِ. في فكرة تانية إن شاء الله عايزة أقولها لحضراتكم، وهي بقى فكرة الفيديو من الأول خالص اللي هو إزاي تعملي فلتر بجنيه. يعني إيه يا لولو فلتر بجنيه؟ بجد صدقوني فلتر بجنيه، جربوها إن شاء الله هتدعوني. عارفين حضراتكم اللي هو الكمامة اللي كنا بنلبسها أيام الكورونا، هتجيبيها تتنيها تانيتين، وبعدين تلفي الأستك بتاعها حوالين الحنفية بتاعتك كويس، وتبدأي تستعمليها، وإن شاء الله بعد فترة تشيلي الكمامة من على الحنفية، هتلاقي في قلبها شوائب كتير جدا. ده بالنسبة للناس اللي ما عندهاش فلتر، وهتحلي موضوع الفلتر بجنيه. وادعي لي دعوة من قلبك. بشكر حضراتكم جدا، متنسوش في اللايك والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.